مغربي اسمه نبيل ترند في أوروبا حاليا بسبب إنقاذه سيدة حامل من محاولة اختطاف في باريس. شهدت العاصمة الفرنسية باريس في اليوم الثلاثاء حادثة مروعة تمثلت في محاولة اختطاف رجل وزوجته الحامل في شهرها الخامس على يد عصابة مكونة من 4 أفراد. الهجوم الذي وقع في واضحة النهار لم ينتهي كما خطط له بفضل تدخل بطولي لمواطن مغربي يدعى نبيل، الذي اندفع نحو المعتدين حاملا مدفأة حارق ما دفعهم إلى الفرار. الحادث وقع في دائرة 11 بباريس حين حاول 3 أشخاص ملثمين إدخال الضحيتين بالقوة إلى شاحنة مموهة بشعار إحدى الشركات، قبل أن يلاحظ نبيل وهو صاحب متجر للدراجات الهوائية ويقطن بالمنطقة ما يجري من نافذة منزله. وحسب ما رواه نبيل لوسائل الإعلام أنه في البداية اعتقد أنها محاولة سرقة عادية، لكن الصراخات التي سمعها دفعته للنزول على عجل. التقط مطفأة الحريق من ممر العمارة واندفع نحو الشارع. لم يتوقع هذا المشهد عندما رآهم يحاولون جر الزوجين إلى الشاحنة، فتحرك فورا وساعد في إيقافهم. مقطع فيديو صور من عين المكان أظهر للمعتدين وهم يحاولون بالقوة إدخال الضحيتين إلى الشاحنة، بينما كان الزوج يتمسك بزوجته بشدة. وتعرض الرجل للضرب بأدوات حادة، فيما أكدت الشرطة أن أحد المهاجمين كان يحمل سلاحا ناريا. اتضح لاحقا أنه غير حقيقي وتم العثور عليه في موقع الحادث.